اتشحت النجف بالسواد، وارتدت شوارعها وأزقتها ثياب الحزن استعدادا لاستقبال شهر محرم، إذ تعلو الرايات الحسينية وتتهيأ مواكب الخدمة لاستقبال الزائرين. ومع اقتراب العشرة الأولى انطلقت التحضيرات الأمنية والخدمية واللوجستية بتنسيق واسع بين قسم الشعائر الدينية والدوائر ذات العلاقة لضمان انسيابية المواكب وحماية الزائرين. بدأ استعداده من قبل تقريبا شهرين حوالي، كملنا كل استعداداتنا، سجلت المواكب الخدمية وكذلك العزوات، المشاعل، المشيق، الزنجيل، أبدوا استعدادهم لاستقبال الزائرين الوافدين إلى مدينة النجف الأشرف. أنت تعرف أستاذ حسام، احنا تقريبا بعد تقريبا 48 ساعة مثل ما تفضلت راح يبدي أول يوم أول ليلة من محرم الحرام. سواد تقريبا اندق في المدينة القديمة، وإحنا حاليا مستعدين لاستقبال كل الزائرين. المواكب الحسينية من جهتها أكملت استعداداتها الخدمية وسط تعاون واسع من الجهات المحلية التي وفرت المستلزمات الأساسية والدعم المطلوب لإنجاح الموسم. يعني كل المواكب، مواكب النجف خاصة، مواكب العراق عامة، وحتى مواكب الدول مستعدة استعداد كامل واستنفار بهاي القضية، وإن شاء الله كل المواكب ما تقصر بالتنظيم بالخدمة، ومشكورين جهود قواتنا الأمنية من قيادة الشرطة محافظة النجف الأشرف. نستقبل شهر محرم الحرام بهذه الأجواء ونستقبلها بروحية قوية. هاي ننتظرها سنين وأيام، ننتظر هاي الخدمة، وإن شاء الله يتقبل من عندنا. في كل عام تثبت النجف حضورها على مستوى التنظيم والخدمات بجهود المواكب وأبناء المدينة استعدادا لاستقبال محرم الحرام بقلوب يملأها الإيمان. من النجف حسام الكعبي، UTV.